من بدري كده. والاهلي ايه؟ نار 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 يا حبيبي نار. السلام عليكم. انهيار وجنون عمرو أديب بعد اكتساح الأهلي للمصري، ويسخر من الزمالك ومن مرتضى منصور بعد تألق إمام عاشور. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي الكبير على المصري في أولى جولات الدور العام في المباراة التي تألق فيها بيرسي تاو وإمام عاشور، فقد صرح عمرو أديب بعد هذه المباراة وقال: كل الزملكاوية النهاردة اللي كانوا بيتفرجوا على ماتش الأهلي والمصري جالهم الضغط والسكر وكل الأمراض اللي في الدنيا بعد ما شافوا إمام عاشور النهاردة عمال يصنع جوال لبيرسي تاو ورضا سليم. الواد إمام عاشور ده هيتحول لحاجة كبيرة قوي في النادي الأهلي، وشكله كده هيبقى أبو تريكة الجديد في الأهلي ولا إيه؟ الواد من أول ماتش عمال يصنع ويشوط وبيعمل كل حاجة في الكورة. مش كده يا إمام يا عاشور؟ بالراحة على قلوب الزملكاوية شوية. احنا خلاص يا ابن مرتضى منصور جاب لنا الضغط والسكر، مش انت ومرتضى منصور علينا. منك لله يا مرتضى يا منصور اللي فرطت في إمام عاشور، وانت عارف ومتأكد ان هيروح الأهلي. والله مرتضى منصور ده هو وعياله كانوا أكبر الداعمين للنادي الأهلي، وهم اللي خربوا نادي الزمالك. والأهلي بادئها سخن قوي، والأهلي بادئ سخن قوي، وبيقول لكل الناس الدوري ده بتاعي ومفيش حد هيقدر يهوب ناحيته. ولسه المهاجم الجديد بتاع الاهلي اللي اسمه موديست لسه المكانه بتاعته ما طلعتش قماش. انا كل خوفي من الدوري دوت ان الزمالك ينزل درجه تانية. والله ده خسر من فرقه اسمها سولار الجيبوتي 2-0 في الدور التمهيدي للكونفدراليه، وشكله كده هيودع الكونفدراليه بدري. واتحاد الكره بتاعنا ده عفريت قوي، اجل لك مباراه الاهلي والزمالك اللي كانت هتتلعب في الدور الاول في شهر ديسمبر، قال لك تتأجل لشهر 2 الجاي بحيث الزمالك يكون جاب لاعيبه جديده. والله اتحاد الكوره ده احنا مش عارفين نودي جمايله فين، بس مريض بيضرب في ميت. الزمالك السنه دي هينافس مع الانديه للهروب من دوامه الهبوط، والاهلي شكله كده في حته تانية خالص. وفي النهايه لو انت محب للنادي الاهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناه ليصلكم جديدنا.